ذكر السوق الافريقي، احنا يعني في لقاءات مختلفه كنت بشوف على مدار الفتره اللي فاتت ان احنا عندنا معوقات كتير مرتبطه بدخول السوق الافريقي او التوسع فيه، ما بين ارتفاع اسعار النقل والشحن، عدم وجود تسهيلات معينه، عدم وجود قدره على دخول الاسواق بشكل كبير. يعني في تفاصيل من هذا السياق، لدرجه ان بعض الناس كانت بتقول احنا بنروح ندخل اسواق بنفسنا ونوصل بضائع لهناك، يعني في تفاصيل بالشكل ده. عملنا ايه عشان نقول ان احنا السنه دي سيكون هناك ارتفاع في نسبه التصدير للسوق الافريقي او التواصل التجاري مع السوق الافريقي بشكل عام؟ يعني زي ما بقول لحضرتك، هو انا النهارده لما يبقى عندي اتفاقيه تجاره حره بتضم 54 دوله افريقيه، وبالتالي عندي ميزات تفضيليه لدخول المنتج المصري لهذه الاسواق دون دفع رسوم او دون وجود قيود جمركيه. تمام. وبالتالي ده في حد ذاته ده عامل جذب مهم. لما النهارده عدد كبير من البنوك المصريه بدات بتحاول تفتح فروع ليها، لان احد المشاكل الرئيسيه في صح. عمليه التصدير هو وجود الآلية المصرفية أو البنكية، اللي من خلالها نقدر نضمن عملية تبادل أو حصول المستثمر أو المصدر على عائد صادراته. وبالتالي النهارده لما نتكلم في مراكز لوجستيه، لما نتكلم في عندنا برنامج بذور التجاره الافريقيه، لما النهارده بنقدر ان احنا نعمل بعثات ترويجيه وبناخد المصدرين معانا وبنروح بيهم دول في افريقيا. تمام. كل هذه الاجراءات هي في الاخر بتصب في اطار ان احنا ازاي ننفذ استراتيجيه متكامله لزياده الصادرات المصريه للسوق الافريقي. زي ما قلت لحضرتك ده من اهم الاسواق والتارجت الرئيسي لينا كوزاره تجاره وصناعه. وان شاء الله الفتره اللي جايه اعتقد حضرتك هتلاقي في معدلات زياده اكبر باذن الله مع دخول الاتفاقيه حيز النفاذ. في عدد هي دخلت حيز النفاذ وعملنا اول صفقه تجاريه مع غانا في اكتوبر الماضي، لكن ان شاء الله الفتره اللي جايه هيكون في معدلات اعلى باذن الله. صادرات وواردات ومصانع في ظل ازمه عالميه، حضراتكم يعني ايديكم في الشغل زي ما بنقول كده وعارفين الواقع يمكن اكتر من الجميع. هل عندنا تاثر الناحيه السلبيه كبير على المستوى الاقبال التصنيعي او المصانع او اشياء من هذا القبيل؟ الشق الثاني على مستوى صادراتنا ووارداتنا، هل نسبه تاثر سلبي كبيره في الموضوع ده، ولا قدرنا نجاري الازمه بشكل كبير، خصوصا ان احنا بنتكلم تقريبا قربنا من سنه في ظل الازمه الروسيه الاوكرانيه، وبالتاكيد عندكم تقديرات العام الماضي مع بدايه شهر يناير؟ يعني خلينا نقول قولا واحدا كل دول العالم تاثرت. تمام. لكن الحمد لله بفضل من ربنا وبفضل يعني جهود الدولة المصرية، وبأكدها تاني يعني بتوجيه من فخامة الرئيس، الدولة ما سابتش لا الصانع ولا المصدر ولا أي قطاع إنتاجي إلا لما اتدخلت وساعدت. وبالتالي كل هذه الإجراءات في الآخر هي اللي قدرت إنها تعمل عملية التوازن عشان نقدر نحافظ على الأصول الإنتاجية اللي موجودة عندنا، عشان نقدر ان احنا نحافظ على اسواقنا التصديريه. وانا بقول لحضرتك ان احنا يعني الحمد لله حققنا 12% ارتفاع في معدل الصادرات. ده اكيد ما جاش من فراغ، رغم الظروف ورغم العديد من القرارات اللي كانت موجوده اللي اثرت شويه على عمليه يعني استيراد المستلزمات الانتاج. لكن في النهايه اقدر اقول لحضرتك ان احنا الحمد لله قدرنا نعدي النفق ده، قدرنا ان احنا نطلع كل الحمد لله كحكومه. طبعا انا مش بتكلم كوزاره تجاره وصناعه بس، لكن دوله رئيس مجلس الوزراء تكاملي. طبعا يعني تم الافراج عن العديد من المنتجات اللي كانت موجوده في المواني، وبالتالي ضمننا توفير مستلزمات الانتاج للمصانع، وحركه الانتاج ما شاء الله الحمد لله شغاله، وكل يوم في تعيين لعماله جديده، والحمد لله البلد شغاله وواقفه على رجليها، وباذن الله الخير لمصر جاي باذن الله. دي حاجه مهمه قلتها حضرتك ختاما، انه كل يوم في عماله مصريه جديده بتعين في مكان مختلف. يعني سوق العمل بيتسع، مش مع الازمه يعني سوق العمل من ناحيه الايدي العامله بيتسع وبيحتوي اكتر، مش بيضيق، او على عكس اللي كان شائع في فترات سابقه، ويمكن حتى على مستوى العالم ان في ناس يعني بتسرح من عملها او اشياء من هذا القبيل. لا يعني وخليني يعني في الحته دي اشير واشيد بالصناعه المصريه. مفيش عامل واحد تم فصله حتى خلال فتره جائحه كورونا او حتى في ظل الازمه اللي احنا فيها دي. اعتقد حضرتك ما سمعتيش عن ان في ناس طلعت قالت ان في اي مصنع سرح عماله، ودي بجد تحيه اشاده للصناعه المصريه الوطنيه، انها قدرت ان هي تكون مسانده للدوله في جهودها وقدرت تحافظ على البيوت دي.
وبيوت هؤلاء العمالة أنا بشكرك وشكرا جزيلا، وبعدين حضرتك متحدث جيد أهو بقى، تبقى موجود بقى وتظهر وتبان كده، نورت الدنيا. شكرا جزيلا ضيفي الكريم أستاذ ياسر جابر، متحدث باسم وزارة التجارة والصناعة. يعني تحدثت وزارة التجارة والصناعة أخيرا وسمعنا الصوت، وعندنا معلومات كثيرة جدا يمكن حضراتكم سمعتوها، لكن في حاجتين مهمين أو في 3 حاجات مهمين. الحاجة الأولى إنه ما فيش ولا عامل تم تسريحه يعني تأكيد من وزارة التجارة والصناعة من الأيدي العاملة اللي موجودة على مدار الفترة اللي فاتت، رغم أنه على مستوى العالم في ناس سرحت من أعمالها وفي أشياء من هذا القبيل، بل كمان إحنا عندنا زيادة في الحد الأدنى، وعندنا ضوابط جديدة وضعت وتفاصيل متعلقة بالعمل وكل هذه التفاصيل، فدي حاجة إيجابية. الجزء الثاني إن إحنا قدرنا نحقق يعني صادرات بنسبة أكبر 12 وشوية في المية على مدار الفترة اللي فاتت، على الرغم من إن إحنا عندنا مفروض أزمة عالمية. ده بيرجع للجزء السياسي اللي كنا بنتكلم فيه، او اللي كنت دايما بتكلم فيه مع حضراتكم، انه خريطه العالم تغيرت والتشكل الخاص بالسوق العالمي اتغير. دلوقتي كمان مصر عندنا المصنعين بتوعنا والمصدرين بتوعنا عندهم مشاكل في السوق الافريقي. ده شغل جديد بيتعمل وهيطبق يعني تسهيلات او اتاحه ان احنا المنتج المصري يكون موجود في افريقيا. ده بيفتح لك اسواق، بيخلي عندك مردود اقتصادي كبير، بينشط المصانع بتاعتك، بيخلي عندك انتاجيه اعلى. كل دي تفاصيل في الاخر بترجع لنا كمصريين، وبترجع للجنيه المصري، وبترجع لجيب المصريين. دي وقفه مهمه حبيت اروح فيها مع حضراتكم.